عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة عادل وحلقة جديدة من بودكاست غسيل افكار. النهاردة جاية اكلمكم عن اعظم واشرف خلق الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الانبياء والمرسلين. ربنا ارسله لينا ورحمة للعالمين علشان يخرج الناس من الظلمات الى النور. الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد في مكة سنة 570 ميلادية في قبيلة قريش من بني هاشم، وكان صلى الله عليه وسلم من أشرف الخلق وأعظمهم خلقا، اللي كان من صغر سنه مشهور بالصادق الأمين. ولما وصل سن 40 ونزل عليه الوحي، وبالتحديد في غار حراء، الرسول صلى الله عليه وسلم واجه صعاب كتير جدا في بداية الدعوة، لكنه كان دايما مستمر بنشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعد كده هاجر من مكة للمدينة، وهناك أسس دولة الإسلام، وفضلت رسالته ممتدة حتى بعد وفاته. كمان انتشر الإسلام في معظم بقاع الأرض، وده طبعا بفضل رسولنا الكريم. في الحقيقة العلماء اختلفوا في تحديد يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. في علماء قالت إن هو ممكن يكون اتولد في شهر ربيع الأول يوم الاثنين في عام الفيل، واعتمدوا على كلامهم بإن هو كان اليوم ده قبل 53 سنة من الهجرة، وكان العام ده هو عام الفيل. وناس تانية قالت من العلماء قالت لا، إن هو ممكن يكون قبل أو بعد أحداث عام الفيل، مش محددين بالظبط. اللي حصل في نشأة سيدنا محمد كان حاجة صعبة قوي. قبل ولادة سيدنا محمد توفى أبوه، فاتولد الرسول يتيم. وبعد ما ولدته أمه آمنة بنت وهب، أرسلته لجده عبد المطلب علشان يفرح بيه قوي 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 قوي، وخده ودخل بيه الكعبة، وهنا سماه محمد. كمان عمامه فرحوا قوي قوي قوي، لدرجة ان ابو لهب اعتق الجارية اللي بشرته بولادته، وهي ثويبة اول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان زمان دايما بيعملوا ايه، ان هم يبعتوا اولادهم اول ما يتولدوا في البادية علشان الاولاد تكون اول خطوات ليهم في الصحراء. وده اللي حصل فعلا. بعتته امه آمنة بنت وهب مع مرضعته حليمة السعدية. نساء كتير قوي من بني سعد رفضوا ارضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لانه يتيم، وخافوا ان هم كده ممكن لو ارضعوه ما يقدروش ياخدوا الاجر. ولكن ستنا حليمة قبلت ان هي ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عملت كده كانت بتلاحظ خير وبركة كبيرة جدا جدا في رزقها وفي بيتها. ولما تم النبي 2 من عمره رجع تاني لأمه آمنة، ولكن في الفترة دي كان في أمراض كتير جدا منتشرة في مكة، فاضطرت حليمة ان هي تاخده وترجع تاني بيه البادية. وبعد كده حصلت الحادثة الشهيرة، وهي حادثة شق الصدر. اللي حصل ان كان في 2 رجلين لابسين ابيض جم وشقوا صدر النبي، واخذوا منه علقة سوداء، وديت كانت معجزة